ازيكم يا جماعة، اخباركم ايه؟ احنا النهاردة ان شاء الله هنتكلم على موضوع اتسألنا فيه كتير، اللي هو الكسور بتاعت عظمة الترقوة. مش الكسور الفريش بقى، اللي هي القديمة اللي لحمت بشكل مش مظبوط. ايه بقى اعراض الكلام دوت وايه علاجه؟ هنشوفه ان شاء الله مع بعض دلوقتي. انا الدكتور احمد العطار، استشاري جراحة العظام والعمود الفقري. اول حاجه عظمه الترقوه، احنا خلي بالكم بعد كده كل كسر هناخده اللي هو الكسر الفريش اللي في الاول وبيتعالج ازاي، ومشاكل الالتحام الغلط، وبعد كده هو عدم لحامه. احنا في الكسر بتاع الترقوه دلوقتي بنتكلم في لحامه الغلط. الترقوه دي بتبقى عامله زي شكل الاس كده، وبتوصل، وظيفتها انها بتحمل الطرف العلوي كله. الطرف العلوي من أول الكتف بيتعلق في طرف، والطرف التاني بيتعلق في عظمة القص. تمام كده. معظم كسور عظمة الترقوة بيبقى في النص هنا، معظم ده اللي هو 95% من الحالات بيتعالج تحفظي، إلا في حاجات نادرة. العلاج التحفظي بيلحم وكل حاجة، بس نتائجه معظمها حلوة ويتبقى جزء هو اللي بيبقى فيه المشاكل اللي هنتكلم فيه بعد شوية. عادة العظمة بتلحم من 3 أسابيع ل6 أسابيع. لما بتتأخر عن 3 شهور بنقول عليها تأخر اللحام. ولما ممكن نوصل لغاية 6 شهور نقول بقى إنها خلاص كده مش هتلحم، وقف الالتحام على كده. طيب، إيه هي بقى أعراض الالتحام الخاطئ؟ يعني هي لحمة فوق بعض، حلو كده، لحمت فوق بعض. ده معظم الحالات ما بيعملش أي حاجة، مفيش أي مشكلة. والجزء البسيط قوي بتبقى المشكلة اكتر شكلية، يعني في بروز. انا عرض الكتف بتاعي اقل من العرض الناحية التانية، لان هما بيلحموا فوق بعض. فوق بعض لو قدام بعض يعمل البروز بشكل رهيب، ولو فوق بعض والواحد رفيع او الواحدة رفيعة تبان قوي من الجلد، تبقى باينة، يبقى المنظر دوت عامل لها dissatisfaction، اللي هو عدم الرضا. يعني هي لحمة والأمور كويسة، بس أنا مش مبسوط من الشكل ده. غير المشكلة كمان إن ساعات بيأثر على قوة عضلات الكتف. هو بيحس إن الكتف مش مظبوط. في الحقيقة هي أشهر شكوى بتتقال في الموضوع دوت، إن أنا حاسة إن في حاجة غلط في الكتف، ده مش زي ده، ومش قادر يحدد قوي. هي بيبقى شوية ألم على شوية تغير في الشكل على شوية ضعف، فحاسس ان في حاجة غلط، مش قادر يحدد بالظبط ايه. طيب، يبقى احنا قلنا الأعراض يا إما ولا حاجة، يا إما ألم، يا إما شكل، يا إما مشكلة في القوة. طيب بنعمل ايه أشعات للحالة دي؟ احنا بنتكلم بقى للناس اللي بتشتكي، اللي عندها شكوى، مش اللي ما عندهمش حاجة. بنعمل أشعتين، أشعة عادية ومقطعية. المقطعية بتبقى أدق شوية. يعني المقطعية بتبين لي إيه؟ ما هو علاج الحالة دي إيه؟ ملهوش علاج بالأدوية. يعني إذا كانت المشكلة ليها علاقة بالشكل أو عظمة لحمت فوق عظمة، خلاص يبقى لازم تتكسر العظمة دي وترجع لطولها الرئيسي. احنا بنعمل الأشعات المقطعية عشان نقيس الطول، فرق الطول. يعني مثلا دي لحمة فوق بعض، فالطول بتاعها 14 سنتي ونص، دي 16 سنتي، يبقى في قصر حوالي سنتي ونص. سنتي ونص في الطبيعي ولا بيعمل اي حاجة، ما بيعملش اي مشكلة. طب لو عمل مشكلة في شكل من الاشكال اللي احنا قلنا عليها دي، بيبقى الحل ان احنا نتدخل جراحي. لما بنعمل اشعة المقطعية بنشوف اصل العظمة كانت ازاي، ونكسر بالطريقة دي. يعني هي دي الطرف ايام زمان، وده طرف ايام زمان، وركبوا على بعض، فاحنا بنفصلهم من بعض من هنا ومن هنا. ولو تلاحظوا في عظم زيادة هنا وهنا بنبقى محتاجينه بعد كده للترقيع، والعظم ده لو مش كفاية بنرقع بعظم صناعي. يبقى احنا قلنا الاشعات العادية، وتقريبا شرحنا العملية. الاشعات العادية بنعمل اشعة عادية مثلا زي دي، اشوف ده الطرف اهو وده طرف اهو، وكل دوت عظم زيادة ما بين الاتنين. فاحنا بنفصل دي عن دي ودي عن دي، وناخد العظم دوت نفتته نبقى نستخدمه بعدين.
ونرجع الطرف ده عند الطرف دوت، ونحط الشريحة والمسامير بتوعنا ونغذيهم بالعظم ده. لو القصر كان شديد والعظم كان قليل، وده النادر لما بيحصل، بنعمل اللي هو الترقيع العظمي. يبقى العملية بتاعت الاستعدال قبل العملية بنحسب القصر وهنكسر فين، ونحاول نرجعهم، ومسموح ان يبقى فيه قصر لغاية نص سنتي. يعني بعد العملية لو في قصر وصل لغاية نص سنتي، غالبا العيان عمره ما بيحس بيه. وبعد كده بنثبت بالشريحة والمسامير. برضو كالعادة العظم بيلحم في حدود بقى هنا، في حدود شهر ونص. وارجعوا تاني للمحاضرات عدم التئام العظام. لازم نبعد عن التدخين ونعمل العادات الكويسة اللي بتساعد على اللئام. ابقوا راجعوا المحاضرة بتاعة التئام العظام. نتائج العملية، طبعا الألم بيتحسن، الأمور كلها بتتحسن، لدرجة إن احنا دايما في العمليات اللي هي بتبقى صعبة زي دي، أو الإعادات أو كلام زي كده، بنسأل سؤال مباشر بعد العملية. بعد العملية وبعد ما العظم يلم والأمور كويس، لو رجع بيك الزمن تاني لقبل ما تعمل العملية، كنت عملتها ولا لأ؟ بيجاوبوا وبيقولوا لأنه هو بيحس بفرق. البروز ما بقاش موجود، العرض بقى رجع للوضع الطبيعي بتاعه، الألم لو شديد بيبقى قليل، ولو قليل بيبقى أقل. متهيألي غطيت الموضوع دوت برضه، عشان زي ما قلنا الأسئلة كانت فيه كتير قوي وهم ناس كتير، لأن كسر عظمة الترقوة واحد من أشهر كسور الطرف العلوي، فموجود بكثرة. ولما بيبقى في المنتصف معظمنا كجراحين بنعالجه علاج تحفظي إلا فيما نظر. ألف سلامة على حضراتكم، ولو في أي استفسار أنا تحت أمركم. السلام عليكم.